أهلا وسهلا في بيت العالميين. هنا نعيش شغف النصر. هنا نتابع كل خبر، كل صفقة، وكل هدف يهز الشباك ويهز القلوب. قناتنا مش بس تنقل أخبار نادينا الحبيب، إحنا نعيش الحدث، نحلله ونحس فيه. من قلب الرياض، من مدرجات مرسول بارك، نوصل لك كل جديدة عن فارس نجد لحظة بلحظة. جهز نفسك للانطلاق لأن النصر يخسر الصدارة مع أول حكم أجنبي. تصريح يزلزل مدرج العالمي. النصر يقترب من مدافع عالمي، وخيسوس يحدد أولويات الشتوية. النصر يجهز لصفقة سرية في الميركاتو. التفاصيل الكاملة. تطورات مثيرة، مزاد سعودي للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش، وصفقة مفاجئة معروضة على. يا رجال الشمس، يا عشاق الأصفر، يا من تعلمنا من وفائكم أن المجد لا يصنع إلا بالثبات والإيمان، نكتب اليوم تقريرا يحمل نبض المدرج النصراوي وقوة صوته الذي لا يهدأ. نحن هنا لنؤكد أن النصر ليس مجرد ناد، بل هو حكاية تاريخ ورحلة مجد ومشروع بني ليبقى في القمة مهما اختلفت الظروف وتغيرت التحديات. سنمضي الآن عبر تفاصيل المرحلة، عبر ما يقال وما يخطط له داخل أسوار العالمي، وكلنا ثقة بأن القادم لن يكون إلا أصفراً يلمع في سماء الكرة السعودية. النصر يخسر الصدارة مع أول حكم أجنبي. تصريح يزلزل مدرج العالمي. كشف الإعلامي خالد الجاسر عن الأسباب التي يراها وراء تصدر النصر لجدول دوري روشن هذا الموسم، مؤكداً أن الفريق استفاد من عدة عوامل منحت المدرب واللاعبين فرصة أكبر للاستقرار الفني وانسجام المجموعة. ويتربع النصر على القمة بالعلامة الكاملة بعد 9 جولات، متقدماً على الهلال بفارق 4 نقاط. وخلال حديثه في برنامج سجال، أشار الجاسر إلى أن ترتيب جدول الدوري ساعد النصر على الدخول بشكل تدريجي في مواجهات الموسم، مما منح الفريق فرصة للتناغم قبل الاصطدام بالفرق الكبيرة. كما أوضح أن التعاون لم يظهر بكامل محترفيه في أول مباراة بين الفريقين، وهو ما كان في صالح العالمي. وأضاف تصريحاً أثار الجدل في المدرج الأصفر قائلاً: النصر قد يخسر الصدارة مع أول مباراة يسند فيها التحكيم لطاقم أجنبي، لأن النصر لا يواجه صعوبة مع الحكام السعوديين، واللاعب النصراوي مرتاح مع الحكم المحلي، وقد يحصل على أخطاء بسهولة، إضافة إلى ركلات جزاء عليها خلاف بين المحللين. هذا التصريح أشعل النقاش بين الجماهير التي ترى أن النصر متصدر بالأداء لا بالصافرة. النصر يقترب من مدافع عالمي، وخيسوس يحدد أولويات الشتوية. اتخذت إدارة النصر قراراً واضحاً بدعم الصفوف بصفقة دفاعية قوية في فترة الانتقالات الشتوية، بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني خورخي خيسوس. وفي الساعات الماضية جهز المدرب البرتغالي قائمة سرية تضم 3 مدافعين بارزين من أوروبا، ليختار من بينهم من يقود الخط الخلفي للعالمي في النصف الثاني من الموسم. يضع خيسوس مركز المدافع على رأس أولوياته، خصوصاً في ظل ما ينتظر الفريق من مواجهات حاسمة وتحديات أصعب تتطلب ثباتاً دفاعياً يواكب الأداء الهجومي الهائل للفريق. كما تحافظ الإدارة على سرية هوية المدافع المستهدف، خوفاً من دخول منافسين أو مزايدات مثل ما حدث سابقاً في عدة صفقات، من أبرزها تعثر مفاوضات ضم برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الذي ما زال خياراً مطروحاً للنادي. يستمر الحديث داخل نادي النصر حول صفقة شتوية مرتقبة ينتظر أن تشكل إضافة قوية لصفوف الفريق في الفترة القادمة، خاصة مع رغبة الإدارة في تعزيز خط الوسط بلاعب قادر على صناعة الفارق خلال مرحلة حاسمة من الموسم. وتكشف مصادر مقربة من النادي أن إدارة العالمي تستعد لإغلاق صفقة جديدة خلال وقت قريب، وسط تفاعل كبير من جماهير الشمس التي تترقب أي إشارة رسمية حول التعاقد الجديد. ويحرص النصر على تدعيم مركز المحور تحديداً، نظراً لحاجة الفريق إلى لاعب يمتلك قدرات دفاعية وهجومية مزدوجة تتناسب مع أسلوب المدرب خورخي جيسوس، الذي يعتمد على لاعب محور نشيط وصاحب حلول في بناء الهجمة والافتكاك وقيادة العمق. وفي تسريطة إعلامية حديثة، ذكر الإعلامي الرياضي محمد البكيري عبر منصة إكس أن النصر في طريقه للتعاقد مع لاعب محور من فئة المواليد، مشيرا إلى أنه لاعب حريف قادر على تقديم إضافة فنية واضحة داخل الملعب.
البكيري تجنب الكشف عن هوية اللاعب، الأمر الذي فتح باباً واسعاً للتكهنات حول جنسية اللاعب، وما إذا كان محلياً أو أحد الأسماء الأجنبية المرشحة للانتقال في الشتاء. وتزداد أهمية الصفقة في حال كان اللاعب المقصود أجنبياً، إذ سيضطر المدرب خورخي جيسوس لاتخاذ قرار صعب يتعلق بالاستغناء عن أحد المحترفين، وهو قرار قد يغير شكل الفريق الفني في المرحلة المقبلة. وتشير توقعات المتابعين إلى أن إدارة النصر تعمل بخطوات ثابتة على تقوية خطوط الفريق من أجل مواصلة مشوار المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، خاصة مع دخول الموسم نصفه الثاني وازدياد حدة المنافسة مع فرق الصدارة. كما يعتمد النادي خطة واضحة خلال ميركاتو الشتاء تقوم على استقطاب لاعبين قادرين على صناعة تأثير فوري في البطولات المحلية والقارية. وتكشف المؤشرات الأولية أن الإدارة النصراوية حريصة على سد أي ثغرة قد تؤثر على مسار الفريق، سواء في خط الوسط أو أي مركز يحتاج إلى دعم إضافي لضمان استمرار التفوق. وتبقى هوية اللاعب المنتظر هي العنوان الأبرز داخل الشارع النصراوي، بانتظار الإعلان الرسمي الذي سيكون بمثابة رسالة واضحة على جدية النادي في تعزيز صفوفه قبل انطلاق مرحلة الحسم من الموسم. يشهد نادي النصر خلال الساعات القليلة الماضية تطورات متسارعة ومثيرة تتعلق بملف التعاقدات الشتوية وتجديد عقود بعض اللاعبين، في وقت يواصل فيه الفريق تقديم مستويات قوية في الموسم الرياضي 2025-2026، سواء في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا 2، رغم الخروج المفاجئ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وفي هذا السياق كشف موقع 365 سكورز عن تعثر مفاوضات تجديد عقد الكرواتي وارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان الفريق، حيث ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2026. وأوضح الموقع أن سبب التعثر يعود بالدرجة الأولى إلى المقابل المالي، إذ اشترط بروزوفيتش رفع راتبه السنوي بشكل كبير قبل الموافقة على توقيع عقد جديد مع النادي. التقارير لم تقف عند حدود تعثر التجديد، بل تحدثت عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل اللاعب في حال عدم التوصل للاتفاق مع النصر. فبحسب الموقع نفسه هناك أكثر من ناد سعودي يرغب في التعاقد مع بروزوفيتش، مما يعني أن الهلال ليس النادي الوحيد المهتم بخدماته كما كان يعتقد البعض. وأشارت المعلومات إلى أن عدة أندية من دوري روشن تنتظر دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع النصر بهدف تقديم عروض مالية ضخمة لإقناعه بالانتقال إليها. كما حصل بروزوفيتش بالفعل على عروض أوروبية، وكان أبرز الأندية المهتمة به في وقت سابق هو نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يراقب وضعه مع النصر تحسبا لأي فرصة للتعاقد معه. هذه التطورات تضع إدارة النصر أمام عدة خيارات حساسة، سواء فيما يتعلق بإغلاق ملف التجديد مع اللاعب أو البدء في دراسة البدائل المناسبة قبل دخول الميركاتو الشتوي، خصوصا وأن النصر يسعى للحفاظ على استقراره الفني خلال المرحلة المقبلة من الموسم التي تتطلب أعلى درجات التركيز والتحضير. يا جمهور الشمس، يا من يصنع النصر من هتافه قبل أن يصنعه اللاعبون من أقدامهم، تذكروا دائما أن الطريق نحو البطولات لا يفرش بالورود، بل يفرش بالتحديات والضغوط والتشكيكات. لكن تاريخ العالمي علمنا شيئا واحدا: النصر لا ينحني، النصر يرد في الملعب وينطق بالأرقام ويثبت نفسه على المستطيل الأخضر لا على المنابر الإعلامية. استعدوا للقادم، فالعالمي مقبل على مرحلة تحتاج دعمكم وصوتكم ووقفتكم. ومهما قالوا ومهما شككوا سيبقى النصر كبيرا، وسيبقى مدرج الشمس هو الوقود الذي لا ينطفئ. العالمي لا يهزم، العالمي يقهر خصومه بالملعب فقط، وإلى المجد نسير. وراك يا نصر. الأخبار أول بأول من قلب الحدث ولعيون العالميين. واذكر دايما، النصر مو بس فريق، النصر قصة فخر، مجد وتاريخ ما يتكرر. خلكم معنا لأن القادم أعظم، والعالمي دايما في القمة.